في المشهد اللي بعد كده سيمون بتقابل واحدة غريبة في السوق وحذرتها من المقاول بيتر ونصحتها انها تبعد عنه. فجأة المرة بتختفى من المكان وسيمون استغربت جدا من كلامها. بعد كده بنشوف سيمون الجميلة وهي سرحانة وبتفكر في ميشيل حتى وهي مع جوزها إيريك، لكن جوزها إيريك كان راجل طيب ومش واخد باله. تاني يوم سيمون بتعرف إيريك انها تنزل البلد بنفسها عشان تشتري ديكورات البيت الجديدة. رد عليها وقال لها المقاول بيتر هيبعت معاك عامل عارف البلد كويس، بالتالي هيساعدك عشان تشتري الديكورات بأسعار بسيطة. وفعلا المقاول بيتر بيبعت لهم العامل ميشيل، وفعلا هما الاتنين بيركبوا العربية. ولما وصلوا المدينة كانت كل المحلات مغلقة. وقتها ميشيل عرض عليها انهم يروحوا مطعم او كافيه لحد ما المول يشتغل. وفعلا هما الاتنين بيركبوا العربية مرة تانية وفضلوا يدوروا على كافيه عشان يقعدوا فيه. ساعتها بنشوف العامل ميشيل وهو فرحان جدا وبيرقص على اغنية رومانسية شغالة في كاسة العربية. وسيمون يا معلم هي كمان كانت فرحانة جدا ومبسوطة. وبالفعل راحوا مطعم جميل جدا على البحر حيث الطبيعة والخضرة والوجه الحسن. وقتها ميشيل سألها سؤال غريب جدا وقال لها ممكن أعرف أحلامك؟ قالت له أصلح البيت في أسرع وقت علشان استريح وأولادي يفرحوا. رد عليها ميشيل وقال لها البيت لسه معاه فترة طويلة لحد ما يترمم ويتصلح. أنا عاوزك تكلميني على حلم قريب ممكن إحنا الاتنين نعمله مع بعض. ردت عليه وقالت له هكون أحسن واحدة في العالم لو أولادي وجوزي حبوا المكان وعاشوا هنا معايا. وقتها ابن اللئيم العامل ميشيل كان بيرمي على حاجات تانية عاوز يوصل ليها. رد عليها وقال لها انت ليه كل احلامك عن جوزك واولادك؟ انت ليه مش بتفكري في نفسك؟ وبدأ ابن اللئيمة يشدها بالكلام ويقول لها كلام حلو ومعسول. وساعتها سيمون كانت محرومة من الكلام الحلو والرومانسية وبدأت تندمج معاه في الكلام. وساعتها ميشيل عرف نقطة ضعفها وبدأ يلعب عليها ويلعب على احساسها ومشاعرها. وواحدة واحدة بدأ يتجرأ اكتر وحط ايده على رقبتها وقرب منها جدا لحد ما بسها. بعد كده بدأ يغازل فيها ويقول لها انت عينيكي حلوة جدا. والكلام الحلو بدأ يسيب اعصاب سيمون ولما اندمجت سابت نفسها ليه. بعد كده اشتروا الديكورات ورجعوا البيت. تاني يوم يا معلم على الغدا بيجي تليفون لجوزها إيريك وبيعرف ان مامته تعبانة جدا ولازم يسافر ليها. وقتها سيمون لما عرفت كانت عاوزة تسافر معاه لكن إيريك رفض عشان خاطر الاولاد والعمال اللي بيشتغلوا عندهم في البيت. وإيريك نصحها انها تكلم اختها عشان تقعد معاها كام يوم لحد ما يرجع من السفر. وفعلا سيمون بتجهز الشنطة بتاعته وبتودعه وهو مسافر.